بتعرفوا شو الغريب بمطرة الشام؟ إنه أول ما تنزل أول نقطة المدينة بتتصرف كأنها لسه بخير. في مطرة مشهورة بتاريخ دمشق صار الحديث عنها ببداية القرن العشرين وتحديداً بسنة 1920 والناس سمتها مطرة الغفران. إجت بعد فترة خوف وتعب وضيق، كان المطر مفاجئ كأنه السما قررت تحكي. والمطر كان قوي لدرجة إنه الناس طلعت على الشوارع بس مو لتهرب، طلعت لتوقف تحت المطر. كانوا عم يقولوا إنه هي مو بس مطرة، هي غفران. يمكن القصة ما أنا موثقة بكل تفاصيلها، بس الأكيد إنه الناس بهديك الأيام عاشت المطر كإحساس مو بس طقس. علمياً صوت المطر وريحته بيخففوا التوتر وبيهدوا الدماغ. ومشان هيك الإنسان بس يتعب بحس المطر مثل رسالة. يمكن مطرة دمشق ما بتغير الواقع، بس بتذكرنا دائماً إنه في رحمة عم تنزل من السماء بلا مقابل. بالنهاية مطر دمشق مو مي، هو ذاكرة عم تمشي على الأرصفة.